بدأ نسم كراز التمركز بذكاء تكتيكي على الطرف الأيسر ملاصقا لخط التماس مبتعدا عمدا عن تكتل اللاعبين أي منطقة اللعب في عمق الملعب، مما وفر له حرية استقبال الكرة دون ضغط مباشر. عند الاستلام قام برفع رأس مباشرة، وهو سلوك يدل على الوعي المكاني واستعداده لأخذ القرار. عملية الاستلام كانت موجهة نحو المرمى، مما سمح له بتحويل وضعه من الاستلام الجانبي إلى اختراق مركزي بانسيابية عالية، فقاد الكرة نحو العمق الهجومي مع الحفاظ المستمر على رفع الرأس والمسح البصري، وهو ما يظهر وعيه الكامل بالمساحات والخص. أثناء التقدم حدثت مواجهة دفاعية 1 ضد 1، وعوضا من الدخول في المراوغة المباشرة اختار الحل الأوروبي الكلاسيكي باللعب الثنائي أي 1-2، فمرر الكرة إلى زميله وتحرك بسرعة خلف المدافع مستغلا لحظة التشتيت البصري لدى الدفاع في متابعة الكرة، مما سمح له باختراق منطقة الجزاء. وبعد استلامه الكرة المعادة من زميله داخل المنطقة قام بتعديل مسار اتجاهه باتجاه المرمى بسرعة وثبات، وقد رفع رأسه مجددا في اللحظة الحاسمة ليجري مسحا سريعا للمرمى والمدافعين بالإضافة إلى الحارس، فاتخذ قراره بالتسديد في القائم الأول أي الزاوية القريبة، وهي زاوية غير متوقعة في الغالب من الحارس، ما يؤكد على ذكائه في قراءة التوقيت وزوايا التهديد. فقام بتعديل جسده فنيا باتجاه زاوية التسديد، وهي حركة مهمة تظهر الإعداد الجسدي للكرة المقوصة، وقد كانت التسديدة مقوصة ومباغتة تمتاز بسرعة اتخاذ القرار، زاوية غير متوقعة، بالإضافة إلى استخدام القدم الثابتة بشكل متوازن. هذا الهدف لأنيس ميكراز يجسد النضج الفني والذكاء التكتيكي للاعب الليبي المحلي، فما بين التمركز الذكي والتحرك الواعي واتخاذ القرار السريع ومباغتة الخصم، يبرهن هذا الهدف على أن اللاعب يجيد قيادة الفرق في النصف الأمامي. فمثل هذه المهارات لا تأتي صدفة، فهي إما ناتج فطرة كروية صقلتها ملاعب الشوارع وملاعب البلاسترة ودوريات رمضان، أو تمرة تدرج تدريبي سليم داخل الفئات السنية المنظمة. وفي ليبيا حيث يعاني العمل القاعدي من ضعف واضح، تبقى الموهبة الطبيعية والممارسة المستمرة منذ الصغر في الشوارع والأزقة هي المدرسة الأولى التي أنجبت العديد من اللاعبين ولا زالت تنجب، فقط لأنهم ولدوا ليكونوا في الميدان. تحياتي لكم، أنا الكابتن حمزة عمران، محلل أداء معتمد من إسبانيا وكرواتيا، ومدرب معتمد من الاتحاد الأفريقي والليبي والتونسي.